هنعمل النهاردة سلطة رنجة جميلة جدا ومختلفة شوية، وكمان هعرض لكم فكرة كمان لسلطة الرنجة. عندنا هنا نص كيلو من الرنجة المخلية، حطيتها على النار اتشوحت شوية، فكت الجلد بتاعها ونضفناها وطلعنا الشوك وخلينا اللحم منها. عندنا كمان فلفل وبطاطاية مكعبات متحمرة، وعندنا بصل اخضر وجبنة كريمي. على نص كيلو رنجة المخلية حطينا عليها الفلفل حار على بارد، وشوية كمان من البصل الاخضر، يبقى احنا حطينا نص كوباية فلفل، شطة على رومي، وحطينا كمان نص كوباية بصل اخضر. عملنا كمان جبنة الكريمي، ده طبعا كنا عامليها على القناة، احنا عاملينها خفيفة جدا وجميلة جدا وسهلة جدا. حطينا نص كوباية من جبنة الكريمي بالزيتون ونص كوباية عادية. لو لسه ما حطيتش اللايك، حطي اللايك والشير والكومنت عشان يوصلك كل جديد. قلبنا كل ده مع بعض، واخر حاجه هنحطها كوبايه صغيره من بطاطايه من البطاطايه مقليه في الزيت مكعبات، وقلبنا كل ده مع بعض. في ناس بتعملها مره تانية بالطحينه والليمون، بس احنا ما عملناش بالطحينه والليمون، بعد كده هعملها لكم بالطحينه والليمون ان شاء الله، وهعرض لكم الفكره. كده لحد هنا الطبق ده متكامل وتحفه. هنا شويه كمون وشويه فلفل اسود صغيرين، سنة ملح كده صغيرة، وقلبنا كل ده مع بعض. لحد هنا انت ممكن تاكليها بالعيش، ممكن تاكليها كده. انا هعرض لكم فكرة تانية يا رب تعجبكم. شوية الزيتون اللي احنا حطيناهم على الرنجة مخلين الطعم تحفة. حطينا شوية زيتون اهو على الوش، وعندنا كمان الفكرة التانية في الطبق ده حبة مكرونة مسلوقين، وحطينا كمان شوية من سلطة الرنجة على المكرونة وشوية بطاطس متحمرة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم، بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.